مثلا موقع كاظوال الكويت، وقع كاظوال الكويت، وقع كاظوال الكويت، وقع كاظوال الكويت، وكذا وكذا، وضرب نقط. زين شنو المشكله؟ ليش؟ على بلوك العشوائيه بالضبط. مساكم الله بالخير مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم، وحياكم الله مع برنامجكم اللوبي من قناه العداله. طبعا راح نتطرق ومعاي اخواني الاستاذ مفرج الدوسري ابو سالم كالعاده وكل ليله موجود ويانا، واخوي العود عبد العزيز المطوع ابو سليمان المحامي والناشطين، وهم من طبعا من رواد الديوانيه في برنامج اللوبي. وعندي ضيوفي هالليله وضيوفكم الدكتور انور الحربي ابو ابراهيم، وهو متخصص اعلامي في تكنولوجيا المعلومات، وايضا الكاتب الصحفي وزميلي في جريده الدار. وايضا على يساري الاستاذ عبد الله محمد العازمي ابو محمد، هو رئيس قسم في وزاره المواصلات، وايضا صاحب شركه اداره وخدمات الانترنت. راح نشوف قضايا الانترنت هذه، قضايا التكنولوجي، وراح نتطرق اليها. لكن قبل لا ابدا الحوار كالعاده راح هم نشوف المضبطه الليله. ابو محمد، يعني انت هم في وزاره المواصلات وهم صاحب شركه انترنت، وطبعا انت قاعد توفر خدمه الانترنت لكثيرين من المشتركين اللي هم اللي يعتبرون بالنسبه لك تصميم المواقع وتصميم المواقع حق الاند يوزرز. متى تتوقع او متى تنظر ان الحكومه او الجهات المسؤوله في الدوله لها الحق ان تي وتقطع عنك الخدمه هذه اللي انت وسيط ما بين الاند يوزر وما بين الابلاينس او اللينكس هذه؟ متى هي لها حق مثلا؟ حسب ما نعرف، هل في عقود، هل في مثلا شروط بينك وبينهم؟ متى ممكن مثلا ان تي وتوقف هذه الخدمه؟ اول شيء امسي عليك يا ابو علي وحاضرين، ومسي على الجمهور صراحه والمشاهدين ان شاء الله. بس بالنسبه حق وزاره المواصلات، وزاره المواصلات لحد الان رقابتها يعني نوعا ما شوي ناقصه. نعم. طبعا وزاره الداخليه يمكن هم لها رقابه بالانترنت على موضوع الاختراقات او هذه المشاكل يعني، لكن ما زلنا احنا ما وصلنا حق هذا المستوى. بس متى انا اصير مراقب؟ يعني اصير مراقب من الاخطاء اللي انا عفوا ابو محمد، ما وصلنا مستوى الرقابه يعني؟ ما وصلنا بمستوى الرقابه اللي احنا نتمناه، او يعني ان ما نحتاج. يعني ممكن يطلع قرار اليوم، نعم. يطلع قرار اليوم فجاه كذي قرار يعني يهز الشارع يعني، وبعدين ينتهي يعني، عرفت شلون؟ ينتهي يعني يعني قرار وقتي فجائي وقتي يعني وقتي، مثل ما صار يعني قبل 7 سنوات او 8 سنوات لما كان وكيل وزاره ذاك الوقت شن حمله يعني، وكان الهدف منها بس انه شنو؟ انه ياخذ تامين 10,000 حق الوزاره بس، وانتهى الموضوع، لا في اي شيء ولا في رقابه يعني. نعم. انا اقول لك اياها، انا من يعني، وانا من وزاره المواصلات ومن هذا الموضوع. بس المشكله الموضوع في موضوع تصميم المواقع الانترنت. يعني ممكن الحين انا كشركه تصميم ممكن يعني يدخل علي واحد مثلا عمره 16 سنه مثلا 17 سنه بيسوي موقع منتدى. طبعا هذا الشخص هو ما يدري شنو مقبل عليه يعني. ممكن هو يسوي منتدى ويحط فيه ويطالع المشاركات والحضور، بس ما يدري الحضور اللي قاعد يكتبونه وقاعد يسوون شنو هذولي. صح. هذا ممكن يكون يعني ثغره حق الناس صاحب الفكر الانحرافي او كذا، وهذا وهو ما يدري، هو ما يدري ايش قاعد يصير عنده. نعم. فهذه احنا مثلا كشركه مثلا احنا ما نسوي مواقع حق الافراد الصغار يعني بالسن بالعمر، لانه هو ما يعرف شنو، ما هو شنو مقبل عليه، مقبل على يعتقد انها حريه وبس يعني. هو يعتقد انه بس بيسوي موقع. يعني في اصناف يعني كذا واحد مثلا يدش عليك يقول لك والله انا ابي اسوي موقع، بس هو ما يدري شنو يبي يسوي موقع، ايش رايك انا شنو اسوي؟ او مثلا يدش عليك واحد مثلا عمره يعني نقول 17 سنه والله بسوي موقع مثلا، والمشكله موقع ينتمي حق فكر او قبيله معينه او كذا، فيحطه في انت تنصدم في ذاك اللحظه
انه هو سبب ازعاج حق وساء حق ناس او استخدموه بعض طبعا الناس في موقعه وهو ما يدري. فانت العبء من يصير عليك يصير عليك انت، لان الداتا بيز مثلا او الشركات هذه اذا صار في ريبورت، يمكن ابو رميد ريبورت على بعض المواقع او الشيء، وهذا طبعا اوريدي يعني ان انت تخسر امور كثيره يعني. بعض الشركات ممكن يقدم خلاص مو مشكله اسوي لك موقع ب 20 دينار او 30 دينار، يعني مبلغ بسيط. يتساءل ابو محمد، يتساءل المصمم اللي مو يتساءل، اذا انا عندي مثلا سيرفر عليه مثلا نقول 40 موقع ممكن مجرد يعني اذا انا ما راقب المواقع بالسيرفر عدل، ممكن شركه داتا بيز يعني تعطي ديسباند حق السيرفر يعني كله، يعني توقفه لازم تراجعهم وتضرر وياك 39 واحد 39 بسبب هذا، بسبب الشخص هذا اذا انت ما تراقبه. انها فيها بعض المواقع فضايح مزعجه جدا يعني. شخصيا يعني. اي هذه من يرسلها؟ وين مواقعها؟ هل مواقعها في اوروبا؟ هل مواقعها في مثلا في مناطق في اسيا؟ اليوتيوب يعني من وين هذه تيجي؟ شوف المواقع اليوم انت تسوي بوكينج، انت اللي شيء عندك فاضح في اوروبا مو بالضروره يكون فاضح اولا. شيء ثاني هم ما عندهم هذه الحساسيه اللي عند حضرتك او في مجتمعاتنا. وشيء ثالث انت اليوم مجتمع ملياري اذا صح التعبير، لابد انه يكون في ناس يستغلون هذا الموقع علشان يروجون لمنتجاتهم، يروجون لصور. اذا انا عندي احصائيه هنا تقول لك الفيسبوك 3 بليون فوتوز افري داي ابلودز يصير لها، تتكلم على 3 بلايين صوره. من يقدر يتحكم بشنو؟ معي؟ فالتكنولوجيا اليوم يعني انكنترولبل اقول لك اياها. لا بس في نقطه اخوي لو سمحت، يعني في اوروبا حتى في هذا مو اوروبا معناته هذا صح، اسمح لي. هذا مو في اوروبا يعني في اوروبا كثير من الاحيان يتم القبض على شبكات دعاره. في اوروبا، في باريس، في فرنسا، نعم. شبكات دعاره يقبض عليهم وتنشر لان ما يدفعون تاكس يمكن وعليهم سكندل فضايح. طيب هذه شبكات الدعاره مثل ما يقبض عليهم، لماذا لا يقبض على هذيل اللي قاعدين ينشرون مواقع افلام، يعني في محطات افلام تلفزيونيه تحط بالانترنت فيلم تلفزيوني يشتغل 24 ساعه. ابو محمد، موضوع الحكومه الالكترونيه وتبعات الحكومه الالكترونيه، ويمكن كثير يعني صار لنا، يعني انا اذكر من ما نعرف كم سنه الان، وهناك خلينا نقول نوع من التطور صار في الحكومه الالكترونيه. اليوم شلون تشوف انت الحكومه الالكترونيه وشلون ممكن تصير، وشنو المفروض ان احنا كمواطنين نستفيد من الحكومه الالكترونيه؟ والله ابو علي، الحكومه الالكترونيه انا من اول يعني من زمان يعني كنا نسمع برنامج كان يطلع الدكتور علوي كان الملا، وذاك الوقت هم نتكلم على نفس الموضوع. نعم. يعني اعتقد فتره 10 سنوات تقريبا او 12 سنه واحنا نسمع نفس الموضوع. بس اعتقد ان الحكومه الالكترونيه حاليا اعتقد انها سهله يعني بالنسبه نعم. حق الناس كمستخدمين يعني، لان تسهل طريقه استخدام الانترنت. بس امن ابو محمد، امن استخدامها وامن عادي ما في اي مشكله يعني، ممكن اي واحد يستخدمها يعني. انا الحين ممكن اقدر اسوي يعني امور يعني شنو اكثر من اني يعني مثلا ادفع مخالفات عن طريق الانترنت مثلا. طبعا ناهيك عن دفع المكالمات في امور واجد، بس طبعا ما ندري في موضوع مثلا يعني الحكومه يعني هل هذا الشيء راح يدرس او يعلم يعني هل هذا راح يدرس الحكي يعني؟ لا يعني اوراقك الرسميه مثلا اذا تخلص معامله، جواز، بطاقات مدنية. هو يقول لك طبعا تقدر انت مثلا يعطيك يعني. النموذج النموذج وتطبع عندك، بس المشكله الناس في بعض الناس ما تثق بالشيء هذا، يقول لك لا انا بروح بنفسي. عرفت يعني خلص معاملتي، اروح اخلص معاملتي بنفسي، مع ان النموذج موجود يعني. بس ابو محمد في ظاهره يعني هم يعني انت اليوم مثلا تروح اي مؤسسه المفروض ان عندهم داتا بيس متحد، تروح لك اي مؤسسه قال لك عطني صوره من البطاقه المدنيه، ايش حقتها تبيها الصوره هذه؟ المفروض ان انا اعطيك رقم البطاقه المدنيه تطلع وانت تطلع لي كل البيانات بناء عليها تعطيني معاملتي. صح. بعد روح يجيب بطاقه ويجيب صور عن بطاقات عيالك وصور عن اللي شو اسمه. الحين اذا بتجدد يعني هذه العمليه متى ممكن ننتهي منها مثلا؟ اذا بتجدد الجواز، هذه صور البطاقات المدنيه، صور الجواز القديم، صور شهاده الميلاد، صور الجنسيه، تروح معك جميع اوراقك تسلمهم صور. طيب ليش ما عندكم كل البيانات؟ اذا نفس قاعده البيانات ايه بعد خلاص انت المفروض يكون لا يطلبون ابو ابراهيم، يطلبون منك جميع الصور هذه اللي قلت لك عنها كلها يبونها.
يعني هذه القضيه متى شلون ممكن ننتهي منها؟ هذه مثل ما قلت يعني الموضوع هذا موضوع الحكومه الالكترونيه او شيء، هذا هل السيستم هذا الدوله بتوفر مثلا انا مثلا اقدر ادخل بياناتي الخاصه، مثلا اذا انا عندي صوره جوازي، صوره بطاقتي المدنيه، صورة اجازتي، انا اوفرها يعني احتاجها اي مكان اسحبها او اني اعطي ياخذ عليها برنت يعني. نعم. انا بقول لك حادثه يمكن مثلا قبل كم يوم مثلا سايق راح اقدم اجازه، نجح بالاجازه، بعد ما نجح راح قال لك عطني اوراق مره ثانيه. مره ثانيه الاوراق مالت الخارجيه مع الاوراق هي سلمت، نفس الاوراق اعيدت حق يعني استخراج الرخصه يعني. نعم. تعقيد يعني، هذا مجرد تعقيد، مع انه ما يحتاج، اخرتها مثلا تبي تنقط هذا الموضوع، هذا شيء اخر يعني. فالحكومه الالكترونيه المفروض انها توفر، انا يعني اثباتاتي الشخصيه تكون موجوده، اقدر استخدمها مثل يعني استخدمها وين اي مكان احتاجها، مثلا احتاج بطاقتي المدنيه اطلعها، احتاج، بس ما زلنا يعني نسمع يعني ونتامل ان شاء الله، بس احنا نسمع يعني انه بيصير وبيصير ان شاء الله، نتامل. على فكره نسمع من 12 سنه تقريبا احنا نسمع. نعم. ادري لا ادري. ارد البيت اقول معقوله ما حد دش الانترنت؟ لين يبته جسوم قضبت اذنه، تعال قلت ليش السالفه؟ قال يبا ذبحتني. انا دش امسح اللي دشيته، بس ما بيك تشوف انا وين داش. شايف شلون؟ مع انه هو وين يدش برشلونه، يدش الفيسبوك، يعني انا ادري وين قاعد يدش، بس انا نميت في ثقافه ان ابوي قاعد يتجسس علي، فانا اريح ابوي واقول له ترى انا مو داش مكان، او يبتدي يدش مثل من البلاك بيري. فشلون اقعد مع هالاولاد يعني والبنات تحديدا، واقول لهم ترى اللي قاعد ورا هذا يسوي شاتنج معاكم كذاب حيال مثلا، شلون اقدر اسوي حمايه لهم؟ شوف انت تسوي حمايه، قلت لك الحين يمكن اقول لك انا اسم برنامج او برنامجين. المونيتورنج هذا مهم، اكو برامج هذه وتراقب، بس يقول لك من راقب الناس شو اسمه، ما نقول ما تمهمن، بس انت راح تتعب بعد فتره. ما خلقي من اللي خلقي تابع، من اللي خلق يعني، انت فاضي تراقب وتسوي وتبي تشتغل وتروح تعبان تبي لك واحد انت يريحك زين. بس المرحله العمريه ثانيا انهم هم ترى يكذبون وايد الاطفال بهالعمر، ما يقول لك الحقيقه. اكيد زين، لانه يعرف نفسه انه مرتكب شيء، هو مرتكب وتبي تسمع منه الصح ما تعرف، لانه مخطي، وهو مخطي، فبالتالي انت يعني الاسلوب العنيف، الاسلوب هذا ما يفيد وياه. طبعا معاي طبعا. مو هذا قاعد نقول الحين التكنولوجيا اثرت علينا على عيالنا اكثر مني ومن احد ثاني. اليوم السياسيين وتاثيرهم على السياسه وعلى الشباب اكثر من ان حتى السياسي هو بنفسه يتصور ان هذا وين وصل. تاثيرهم لا 100% لهم تاثير كبير، لا لازم انا اقول هذا الواقع. يعني انا عندي برنامجين بس اقول لك شنو. واحد منه طبعا اسمه تين مايندر، احيانا تقول له مايند يور سيلف او مايند يو، يعني دير بالك ها. نعم. تين مايندر انتبه يا تين ايجر، انت يا المراهق ها. هذا واحد. اكو امبلوي مونيتور سباي. اليوم انا اقدر في الامبلوي مونيتور سباي هذا نفس الشيء في الاسره، فاميلي مونيتور سباي. انزين، يعني هذا يقدر يسوي مونيتور يور امبلويز بي سي يوسج، هذا يعرف الايميلات اللي اندزت اللي هذا سوفت وير تشتريه، تقدر تسوي داونلود ترايل فيرجن، هذا تسوي رقابه عليهم، هذه مراقبه تامه لجميع الاكتيفيتي اللي موجوده، وعلى ضوءها شفت انه داش على نور، تشيله من ذاك الصبح، تقط خيطك بعيد وتشيله. اي تقدر انت. هذه انت شنو التولز اللي عندك اساسا؟ ما عندك يعني، اما توقف فوق راسك كذي وتبطل تشتغل، وبعدين يصير هم، ومثل ما تفضلت هم شطار. طبعا صحيح. زين لما يقول لك يعني انا ديليت وريز هيستوري، انت بعد ايش بتسوي؟ انا اسالك استاذ، بالاضافه للتربيه لا شك يعني اكيد انت تنمي فيه من البدايه. الان عندنا موجه البنات الصبيان، كل واحد يبي يصير بشار الشطي، يبي يلبس لبس ويقص قصه ويحط صوره في الانترنت. كان في برنامج اول اسمه هاي فايف، كانوا يدشون يصممون الهوم بيج مالهم الخاص، وتشوف حاط صور واقف ويا امه، واقف ويا ابوه، هو ما يعي، عمره 16 سنه، ما يدري انه يعني الناس بعدين تقول له تعال. يعني انا احد الاخوان قلت له انت باكر بتتزوج، بتروح تقدم، افرض ابوها زين في الانترنت، دش وكتب فلان الفلاني، او شاف صورتك في هالوضع اللي مو زين، يعني حاط صورتك وانت بحمام السباحه يعني وكذب، هو بيته بصليبيخات ومصور حمام السباحه بدبي، فيتباهى كانه بالبيت كاتب تحت ان ماي هوم. لا يثورون عليك هالصليبيخات، حط بالك امرهم سهل. لا لان منهم ما عليه. انزين او عنده كنترول بروجرام يقدر يسيطر عليهم. فانت اليوم شو توجه نصيحه حق اللي يسوي له هوم بيج او ويب سايت او صفحه خاصه فيه؟ يعني شلون نوجهه؟ ليش ما نقول له مثلا حط الصفحه مالتك، حط اسم مدرستك، تميزك في المدرسه، حط هواياتك، التبادل مثلا، تبادل افكار مع الاخرين،
ولا نخليه كذي يعني امر طبيعي؟ انا يمكن احنا مثل شركه تصميم اذا ممكن انواع الناس اللي انتم عايزين تشتغلوا؟ لا في شيء والله ما نشتغل، انا بكل امانه صراحه والله في شيء ما نشتغله. مثلا طبعا انا اصنف لك يعني بعض الناس مثلا ممكن يعني يدش عليك واحد شخص مثلا بالشركه يقول لك انا ابي اصمم موقع مثل ما قلت ما ادري شنو بس صمم لي موقع. عندنا الاسم يقول لك اختار لي انت اسم. يبي يحطه على البزنس كارد. اي بس بيحطه هو عنده موقع. بعدين الطامه الكبرى لما مثل ما قلت لنا يحط صور وبعدين هذا ممكن تفلت الامور من ايده. فالمشكله عمره 16 سنه او 15 سنه. تنصحونهم؟ والله ننصحهم وبعضهم لا نردهم اللي تحت 18 سنه او 17 سنه والله نردهم يعني مثلا انا قبل مده مثلا يعني قبل اسبوع تقريبا واحد عمره 15 سنه يبي يسوي موقع يعني يمثل قبيله كبيره يعني بالكويت يعني. مشكله. اي انت باكر شو اللي بتصير؟ لا والمشكله بيسوي بعد وبيسوي لقاء بعد مع احد الاعضاء يعني هم لنفس الوقت يعني بيسوي لقاء وفعلا كان ذاهب يعني. هذه ما هو صحيح. هذا يعني شكله 15 بس مزوز من واحد عمره 50 سنه. لا يعرفون والله يعني. بدبسها بظهره. يعرفون والله. بدبس النتائج بظهره. هو اول لهم النص دائما. نقدمهم النص هذه واحده. وشنو تفضل اليوم مثلا انا عمري 17 سنه وابي اسوي موقع. شحط في الموقع الايتم شحط مواد عني مثلا السيره الذاتيه احط صوري وانا صغير شحط مثلا. انا اقول لك مثلا اذا انت عندك مثلا شغلات مثلا طبعا مهما يكون تقدر انت تقبل الصوره بحيث انه ما حد ينسخها وهذا لكن اللي يبي ينسخ ما في شيء ما يصير. نعم. بس اكثر المشكله اللي انا قلت لك يعني بعض الشباب والله يعني واعي وفاهم وعارف هو شو يبي وفاهم ان الموقع هذا ممكن يجره الى ازمات اكثر لكن احنا نقدم ونصح ان ترى هذا الموقع اذا كان على السيرفرات اللي متابعنا بالشركه ترى احنا مسؤولين عنه. ونقطعه اذا شفناه غلط. اكيد اي اسبام مثلا من على اي شيء ثاني. زين بالنسبه حق الاعمار 17 18 هل يعني يحتاج انه يجيب ولي امره ولا تسوون له؟ لا في ناس يدش عليك مثلا شخص مثلا وهو يا عياله يعني وصارت معنا ويسوي موقع ويا عياله. واذا ياكم عمره 15 16 ما لا والله ما نسوي الا اذا كان الموقع يعني يبي موقع سيارات او موقع كذا. اي يعني شوف لا الحين الظاهر اللي اعتقد يمكن الظاهر اللي منتشره الحين المواقع التجاريه. نعم. الحريم خاصه يعني الحريم يبون يسوون مواقع يبيعون فيها منتجاتهم. بزنس. اي بزنس يعني بشكل رهيب يعني. مكياج اي وكلهم قاعدين يسوون مثلا ام فلانه وام فلان هذا قاعد يسوون مواقع هذا قاعد يصير. هم زين هذا معناته مو قاعد اقول لك التكنولوجيا اليوم تسوي بزنس تحرك الناس اللي قاعدين عاطين على العمل. اليوم التكنولوجيا المفروض توفر لهم فرص عمل. تؤيد ان ناخذ الشخص ونحاسبه؟ هذا اذا عرفت منه الشخص هذا. اي عرفنا الحين نقدر نعرف. طبعا العقوبه زين ما في نقدر نعرف. اي قاعد اقول لك انت بالاخير هذا التشريع بهالجانب مهم جدا تغليظ العقوبه للي يعني يحط يعني من قدر الاخرين. اذا صار عندنا سجين ما يقولون سجين راي؟ لا شوف انت فرق بين العبث بسمعه الناس واعراضهم وكذا وما بين الحريه السياسيه ان صح التعبير وحريه التعبير المسؤوله. احسنت يعني اليوم لا اكو يعني خط احمر لازم يكون ولازم يعني يدرس ايضا ان هذا ما يمكن تجاوزه. اليوم مو كل واحد يقدر يعبث مثل ما قلت لك اليوم يعني نص مليار بشر يدشون على الفيسبوك. زين اذا حطيت صوره شافوها نص مليار انت هذه يعني انت دمرت الانسان هذا زين او يعني في قصد الجريمه والتشفي والجنايه يمكن اكثر من منك انت مثل هذا دكتور عبد الله الغريب مو هجموا عليه الحين في القاهره يمكن القصد اكثر واسوء. زين السؤال لك استاذ عبد الله في هذا الجانب انت تؤيد مثلا احكام الرقابه او سن قوانين في هذا الجانب؟ انا والله قلت من البدايه ان الرقابه ضعيفه. ليش؟ لان انت تفرق ما بين المستخدم وما بين من هو يملك هذا الموقع. يملك الموقع اللي يعني يغير افكار الناس. نعم. يعني في بعض المواقع حاليا لو تشوفها تلقى تفصيل مثلا جريمه المرحوم محمد المطيري يعني تلقاها بالتفصيل بالتحقيقات مو صحيح التحقيقات سريه يعني مو صحيح ان اي واحد ممكن يكتبها. لا يقول لك ما لك شغل بالجريده او ما لك شغل بالتلفزيون. هذه المواقع لابد اذا كانت موجوده بالكويت يعني حتى على الشركات اللي تابعه لها الانترنت لان صاحب الشركه هو يقدر يتحكم في هذا الموقع يقدر يتصرف مثل ما يبي. بس ما نقول انه قيد يعني لكن المفروض انه يكون فيها ضبط يعني نوعا ما يعني ضبط مو حريا يعني انا اخليه يحط موقع ويتكلم مثل ما يبي ويفتح المجال لا يعني ويطلع مستندات رسميه مالت الدوله وزاره رسميه ومثل ما قلت انت على شو اسمه هذا
بالنسبه حق اليوتيوب وما اليوتيوب الحين ممكن اي واحد مونتاج يسوي لك فبركه يعني غير طبيعيه يعني موفي ميكر برنامج صغير ويلا خلينا نسوي مثل ما قلت حتى في موضوع شو اسمه الفيسبوك او موضوع شو اسمه تويتر. يعني انا من الشغلات اللي صارت معي قلت حق علي خالدي قبل شوي الموضوع هذا قبل اللقاء، انه مره يعني كان خبر ينقل احد الاعضاء بالساعه 1 بالليل والساعه 4 بالليل هم يتكلم بموجود بالتويتر منو هذا العضو فلاني سيم الناس عضو الساعه 6 الصبح. زين العضو هذا ينام ما عنده جلسه الناس جسمه مجتمع بس هو قاعد يعطي الحين. هل هذا هو فعلا هل هذا هو العضو نفسه ولا واحد منتحل؟ اي بس اي لو او واحد منتحل. اما الموقع الرسمي يكون طبعا لانك انت الموقع انت لو تبي تعرف على الموقع تعرف الموقع هذا من ملكه من الشركه اللي تابعه له من وين ماخوذ من حتى من شركه مزوده الدومينز مثلا جودادي او نيمز او كذي يعطيك الموقع يكون ملكه راح يتحمل مسؤوليته وقتها يعني هني هو راح يتحمل مسؤوليته راح يكون عنده رده فعل شوي. اذا انت تبي تحكم الرقابه على اصحاب المواقع اصحاب مو على اليوزر. رقابه بس تكون رقابه طبعا رقابه يعني مغلظه بس يعني اي رقابه حدود الادب افضل العام. احسن. هذا فانت بالتالي اكو شيء وهم هناك هم هناك في فلسطين في اسرائيل في فلسطين يسوون في فلسطين يعني زين في القدس فلسطيني او الكيان الصهيوني او الكيان الصهيوني زين. فاليوم يسوون اي بي سكاننج يلقون منفذ اكو بورتات مفتوحه كذا وهو قاعد هناك وهو قاعدين. انت اليوم هذا اللي قاعد يدش انت التجسس الالكتروني ما عاد انه يحتاج واحد ينتقل بنفسه. بالضبط. لا صحيح. هذا بالنسبه لاختراقات المواقع احنا كان عندنا موقع كانت تدير الشركه عندنا هذا الموقع يعني يصب من الهكر 3 شهور ما وقف على حيل الموقع. يعني مجرد اليوم يقوم باكر يطيح الموقع. ليش؟ يعني لان الموقع هذا هو موقع اول شيء موقع سياسي المواقع الكويتيه طبعا وتابع الشركه بادارتنا طبعا. الموقع يعني تو موقع سياسي وبس يعني طروحه شامله بس لما صار مستهدف من خصوم لانه هو موقع كويتي صارت مشكله ياسر الحبيب انطق الموقع هذا. نعم. ما يعني انطق الموقع هذا معناه الموقع هذا لا يمثل اي جهه من الكويت اي جهه. بس خلاص الناس تبي تعلن حرب على جميع المواقع تمثل تيار يعني كل الوسائل ما ادري وتصنيف لهم يعني حتى هو يحط لك الرابط طق عليه تشوف تصنيف انه اخترق بالساعه الفلانيه اسم الموقع مثلا موقع كذا الكويت وكذا وكذا وضرب الموقع. زين شنو المشكله؟ ليش انا بقول ان العشوائيه بالضبط طقه الموقع ما في اي شيء من هذا يعني هذا القبيل يعني. انا اتكلم اليوم عن مواقع يعني للاسف على الشبكه العنكبوتيه صقر ونحطه لا مسوي يلعبون يمشون. احنا ما نعرف الصقر. انا مسوي رياضه من 3 سنين انا بسوي الرجيم القاسي. والله انا اقول لهم كل يوم امشي 7 كيلو كل يوم اطلع من البيت للقناه. انا والله النيه موجوده من 3 سنين والله انزل من السياره النيه موجوده. المشكله سهله اهم شيء بالنيه. انزل من السياره اتعب انا ما اقدر اقاوم الكنافه الخشنه تصدق كنافه خشنه والكباب 7 كيلو كل يوم الكباب يموت على الكباب وعلي والله يوميا 9.5 7 كيلو من البيت لهني ممتاز 10 دقائق اوصل 10 دقائق بال راح اطقك بال اقول لك انزل من السياره انزل من السياره تنافخ السياره انت بالسياره السوق عليه مو تمشي مشي يعني احسك بس بعد نحس خلاص. قل لي على موضوعنا لك الكلمه الاخيره التكنولوجيا. أنا أتصور تحتاج الجهات المعنية تشكيل فرق لمتابعة التكنولوجيا وتطوراتها وأثرها على الشعوب وأثرها على البعد السياسي للدول على أساس لا تفاجأ باكر. وإن شاء الله الكويت منها بعيدة عن أي شيء ولكن بشكل عام الواحد لازم يحسب حساب وياخذ من علماء النفس علم الاجتماع علم السياسة ياخذ بعض المتخصصين بحيث انه يبدون رايهم ويدلون دلهم ان هذه التكنولوجيا وين رايحه بحياديه تامه بعيده عن التوعيه الاسريه مهمه جدا. التثقيف انا اتصور يمكن حتى في يحتاج الواحد يعرف شنو اهداف التكنولوجيا واثرها هم يخلي له برامج يعني توعويه بهذا المجال هم مهمه للشباب الصغار. اتصور كلها عباره عن امور بحيث ان الواحد وشلون يستفيد منها ويستخدمها في البزنس ايضا في تطوير الاعمال الصغيره والامور استخداماتها وشلون الواحد يثقف نفسه في عالم الدورات التدريبيه. ما بلا ذكرتني انت اشكركم بس اشكركم على انا قلت الشكر على الاستضافه في البدايه يعني. في البدايه انا ما كنت موجود. لا يلا مره ثانيه وشكرا جزيلا على الاستضافه. هذا كم رئيس احنا مو هاي مشكله هذا مشكله هو ماسك المطرقه هني صار انقلاب انزين صار انقلاب ابيض ما في شيء. ابو محمد عبد الله كلمتك الاخيره والله انا اشكر قناه العداله صراحه اشكر برنامج شفت شلون انت عطيته شو اسمه تنبيه يعني هذه شو اسمه مستقصدني
واشكر قناه العداله، واشكر قناه برنامج اللوبي. هذا برنامج صراحه يعني هادف، يعني صراحه انا عجبني هذا الموضوع، موضوع الانترنت. واشكرك يا ابو انور وابو علي والموجودين، شرفنا والله الدكتور. الله يخليك الله يخليك. ومهما تكلمنا عن التكنولوجيا ومهما قلنا، ما دام ما في توعيه اسريه ما سوينا شيء. ما دام ما في توعيه اسريه ما سوينا شيء. والولد او البنت اذا بغى يتعلم الشيء يعني كيف ترى يقدر. يقدر، لا تفكر ما يقدر. بس التوعيه هي مهمه، وان شاء الله يسرع. عندي مشروع لك بس على اخر شيء ابو انور. انا عندي فكرت بمشروع، بس حط ببالك لازم تصيرون انتم اول زبايني. انا راح ابيعكم عطور على الانترنت. انا سمعت سالفه العطر اللي اسمها التفاحه. لا انت تاخذ تشتغل الحين وانا ابيعك، وانت مكان بعيد تختار لون ويطلع لك عطر من الكمبيوتر وتشم ريحته بعد. وتشم ريحته تفاحه. اي وتختار انت تسوي، شايف الباليت مالت الالوان، تقدر تختار ايضا العطر. ايش رايكم بالفكره هذه ابو علي؟ حلوه والله انا وياك ندش فيها. انت راس المال وانا الاداره. مو يقولون احنا يمولوننا بس يقولون اللي خربنا التعريفه. يمولوننا البنوك ولا لا؟ مو يقولون احنا اللي عبينا الهواء ازايز. انتم اللي بعتوا العطور على اي عطور. طبعا خالد النصار يقول بالمشاهده الثانيه تبارك الرحمن ابو سليمان ينجح بامتياز مره اخرى، وهو يعني يمتاز بالاسلوب السهل الممتنع. باكر راح تكون حلقتنا عن فعاليات هلا فبراير، راح نستضيف اخونا وليد الجاسم ووليد الصقعبي في الجانب الاعلامي، ومنصور المنصور مخرج العمل او مخرج برنامج يعني فكره هلا فبراير كلها، راح نتناقش فيها عن الفرح والتسويق والاثار الايجابيه لهلا فبراير في شهر فبراير. يعني وصلنا للنهايه. الشكر موصول للدكتور انور الحربي ابراهيم، اعلامي متخصص في تكنولوجيا المعلومات والكاتب الصحفي في جريده الدار، والاستاذ عبد الله محمد العازمي ومحمد رئيس قسم في وزاره المواصلات وصاحب شركه اداره وخدمات انترنت. كل الشكر لهم والشكر لزملائي المحامي عبد العزيز المطوع، والاستاذ مفرج الدوسري الكاتب في جريده الوطن، والكاتب في جريده الدار الاستاذ حسن الانصاري. ومثل ما عودناكم نختم بزهيريه، يقول يا سيد البيض يلي بينهم ورده حالي مثل حال قيس العامري وردة باسباب هجرك طريح الموسده وردة. يعني تعال يقول خل المسايير، وهذه فيها دعوه شوي من الشاعر، يقول خل المسايير في جنح الدجا خاطر، وادرك محبك ترى هجرك كسر خاطر، ما كل يوم اجيكم يا ترف خاطر. يعني يقصد لأن بالعراقي يقول ما كل يوم اجيكم يا ترف خاطر، البير طمه عن الوارده المطر يقل ورده. تصبحنا